مش الاكل بس هو السبب في السمنه، ولا هقولك ان انت كمان السبب في السمنه. بحب اكون رحيمه شويه بالامهات وبالاباء، احنا علينا عامل كبير، ولكن احنا مش كل العوامل في سمنه ابنائنا. هي عباره كده عن عده عوامل عامله زي لعبه الدومينو، لو وقعت قطعه بتجر كل اللي وراها. اول سبب في اسباب سمنه ابنائنا خلل في توازن الطاقه، يعني الطاقه اللي داخله اكتر من الطاقه اللي خارجه. حقيقي ده بيعتمد على كثره الاكل اللي داخل، كمان نوعيه الاكل اللي داخل. اكل قليل الالياف، يعني كل الاكل اللي باكله 100% سعرات، ما فيهوش شويه الياف تحد من السعرات دي شويه، وهنوصل خلل السعرات ده بقله الحركه. انا باخد طاقه عشان اشتغل، اعمل عمل يخليني استغل فيه السعرات اللي داخله، فسعرات داخله اقل من السعرات الخارجه مع قله حركه، دوت يوصلني لتراكم دهون. الدهون اتراكمت وزادت عن الحد الطبيعي، بدات تعمل لي مشكله كبيره جدا. الكتله الدهنيه لما تزيد في الجسم بتطلع مواد تعطل الهرمونات او شبيهه بالهرمونات، فيبدا يحصل في جسمي خلل هرموني. حصل خلل هرموني عمل لي لخبطه في اشارات الشبع والجوع. ما هي اشارات الشبع والجوع بتعتمد على الهرمونات، زي هرمون الليبتين والجريلين، دول هرمونات بيساعدونا على الشبع والجوع. لما اشارات الشبع والجوع باظت عندي، بقيت اشوف في سن مبكر جدا اضطرابات طعام ومشاكل الجوع العاطفي. طفل صغير وما يتوتر بياكل، ما بقاش عارف هو زعلان ولا جعان. هي دي اللي بنسميها اضطرابات الشبع والجوع. شفتوا الاسباب مشيت ستيب باي ستيب ازاي؟ كلها متصله ببعضها، ما ينفعش اصلح خلل واسيب الباقي. طيب انا هخرج من الدايره دي واروح النادي العب رياضه انا وابني. رحت النادي لقينا وجبات النادي كلها غير صحيه، وابني بيخرج من التمرين بتاعه جعان. طب ياكل ايه؟ بيئه تدعو الى السمنه. الطفل محاط بالحلويات والشبس والعصاير والمناسبات والشاشات والقعدات، دايره متصله ما بتنتهيش. مشاكل في الطاقه وخلل في الهرمونات وبيئه تدعو الى السمنه، واعلانات بتحفز الاطفال انها تاكل، وبرامج اكل وقنوات للاكل. محاطين بالاكل ومحاطين بالشاشات اللي بتمنعنا من الحركه. عشان اوقف الدايره دي لازم اشتغل في كل المحاور، اشتغل على الاكل وعلى الحركه، اهيئ بيئه في البيت اولا مناسبه لغذائي وغذاء ابني وغذاء الاسره كلها، اعمل حيل ذكيه تخلي ابني ما يطلبش الاكل من بره، اجهزه اللانش بوكس اللي بعد التمرين. اللانش بوكس ده يكون اساسي، ما يكونش في المدرسه بس. انا خارج من بيتي معايا وجباتي. خطتي ما بتكونش لا يوم ولا اسبوع، خطتي بتكون على المدى الطويل. السمنه مرض مزمن ومحتاج ذكاء وتعامل على مدى طويل. خلاصة الكلام في الفيديو ده، انا كلمتك على اسباب السمنه وما كلمتكش على العوامل الوراثيه. العوامل الوراثيه ليها دور عالي في سمنه الاطفال، ولكن ممكن البيت والاسره تخلي ملهاش دور في سمنه الاطفال. ازاي هنلغي العامل الوراثي من حياه طفلي؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه، عشان ما اطولش عليكم الحلقات وتزهقوا مني. دمتم طيبين وبالصحه متهنيين وبالذكاء متغذيين، ونقول سلام.